في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الانتر فيلان راوتنج، وفهمنا ازاي نخلي الفيلان المختلفة تكلم بعض. النهاردة هندخل على خدمة مهمة جدا موجودة في اي شبكة تقريبا، وهي ال DHCP. يعني ايه ال DHCP؟ ببساطة هو بروتوكول مسؤول انه يدي للأجهزة IP address. طبعا كان قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنعمل الاي بي ادرس على البي سي بايدي مانيوال، انما الدي اتش سي بي تلقائي بيدي الاجهزه اي بي. طبعا ده مهم جدا في الشركات، لانك تخيل عندك 100 جهاز او 500 جهاز مثلا، هل هتدخل على كل جهاز تكتب اي بي ادرس بايدك؟ لا طبعا. في اللاب بتاع النهارده هنخلي الراوتر يوزع اي بي تلقائي على الجهازين. طبعا عندي جهازين بي سي 1 وبي سي 2 متوصلين على سويتش. الراوتر هو اللي هيوزع الدي اتش سي بي في الشبكه بتاعتنا، يبقى معانا راوتر وسويتش وجهازين. الشبكه اللي هنشتغل عليها هي 192.168.1.1.0/24، والراوتر هيكون هو الديفولت جيت واي، والاي بي بتاعه 192.168.1.1. نبدأ الأول نجهز الراوتر. ندخل على CLI no enable conf t. أول حاجة لازم أظبط الانترفيس المتوصل بالسويتش، وهو انترفيس جيجا 0 على 0. لو لاحظت جيجا 0 على واحد، آسف، انترفيس جيجا 0 على 1، واديله اي بي ادرس 192.168.1.1، وهو ده الديفولت جيت واي. طبعا /24، واقول له نو شات داون. تمام كده البورت اشتغل معانا. كده الراوتر بقى جاهز من ناحية التوصيل. هنبدأ نعمل دلوقتي ال DHCP pool. وقبل ما اعمل ال DHCP pool في حاجة مهمة اسمها ال excluded address، يعني ايبيهات محجوزة محدش ياخدها من البي سي او الاجهزة اللي موجودة. زي لو انا عندي مثلا برينتر او سيرفر او راوتر، ده محتاجة اي بي ثابت، فانا يعني بخلي كده شوية ايبيهات على جنب محتاجهم، بحيث ان انا لما احتاجهم للجهاز او برينتر او طبعة او كده ادي للاي بي ده بايدي. زي مثلا الديفولت جيت واي 192.168.1.1 ده مستخدم على الراوتر، ده جيت واي، ما ينفعش الراوتر يديه لاي بي سي. فانا هكتب الامر ده علشان احجز شوية اي بيهات ما يتوزعوش. الامر ده هو اي بي DHCP excluded address، واقول له الاي بيهات اللي انا مش عايزها تتوزع من نفس الشبكة 192.168.1.1، ده اول اي بي، لغاية 192.168.1.10. تمام، من اول 1 ل10 مش هيتوزع. طيب بعد كده نعمل ال DHCP pool. هنكتب IP DHCP pool، وهنا بيطلب مني الاسم ده هيتوزع لايه، علشان بس يكون اسم بيدل على الشبكة اللي انا هوزع لها. يعني مثلا انا هوزع لللان، الشبكة الداخلية، فانا ممكن اسميه لان. والله هوزع مثلا لقسم معين، فانا هسمي الشبكة دي او البول ده بالقسم ده علشان التنظيم مش اكتر. فانا اقول ان الاي بيهات دي هتتوزع في اللان. دلوقتي لازم اقول للراوتر هو هيوزع اي بي من انهي نتورك، الشبكة اللي معانا. فهقول له احنا معانا نتورك، تمام. النتورك دي عبارة عن 192.168.1.0، ده النتورك الشبكة، وماسكها كام؟ 24. كده انا قلت للراوتر هيوزع من الاي بيهات دي. بعد كده لازم اقول ان في ديفولت جيت واي، طبعا ده هيوزعه مع الايه، مع الاي بي، يبقى اي بي وديفولت جيت واي، اي بي وماسك وديفولت جيت واي. ايه هو الديفولت جيت واي؟ اي بي بتاع الراوتر، ديفولت راوتر 192.168.1.1. ده معناه ان اي جهاز ياخد الاي بي من الدي اتش سي بي الجيت واي بتاعه هيكون كده. بعد كده ممكن اضيف الدي ان اس سيرفر، خلي مثلا
4 تمانيات، ده الدي ان اس بتاع جوجل. وممكن في الشركات تستخدم دي ان اس داخلي حسب يعني كل شركة حسب التصميم. كده اعدادات الدي اتش سي بي على الراوتر خلصت. تعال بقى نروح دلوقتي على البي سي ديسكتوب، وبعد كده الاي بي كونفيجريشن. هنا بدل ما تكون static هختار DHCP. شوف هنا لو لاحظت هتلاقي الاي بي ادرس بقى 192.168.1.11 ودوت 11. ليه؟ لان انا كنت حاجز الاي بيهات لغاية دوت 10، فهو اتوزع من الاي بي اللي بعد 10. والسبنت ماسك برضو نفس الكلام، والديفولت جيت واي اي بي الراوتر، والدي ان اس سيرفر بتاع 4 تمانيات اللي هو بتاع جوجل. كده البي سي الاولاني تمام. هدخل على البي سي رقم 2 واعمل نفس الحكاية. تمام كده الاي بي رقم 12 او دوت 12، ونفس الجيت واي والسيرفر والسبنت ماسك. طيب تعالى كده نختبر بقى الاتصال. ندخل على الكوماند برومبت واعمل بينج على 192.168.1.12 ريبلاي. تمام. لو عملت بينج على الراوتر طبيعي ان هو يبنج معايا. تمام، يبقى كده اي بي الراوتر تمام، واي بي البي سي رقم 2 بنج معايا. طيب خلينا نفهم اللي حصل. اول ما الجهاز اختار الدي اتش سي بي، يعني لما جيت هنا ودوست اخترت الدي اتش سي بي، الجهاز بعت طلب على الشبكة بيقول انا محتاج اي بي. الراوتر استقبل الطلب وبص في الدي اتش سي بي بول ولقى اي بي متاح، فوزعه للجهاز ومعاه سبنت ماسك ودي ان اس وجيت واي وكل شيء. كده الجهاز بقى جاهز يشتغل على الشبكة من غير ما نكتب له اي بي يدوي. طيب في امر شو ده لو عايز تتأكد من الاي بيهات اللي الراوتر وزعها، تقدر تتأكد على الراوتر من الامر ده. لو كتبنا امر show ip dhcp binding، لو خدت بالك الاي بي ادرس 11 و12 والماك ادرس بتاع الاجهزة واوتوماتيك. طيب في امر تاني، لو عايز اشوف اعدادات ال DHCP نفسه ممكن اعمل كده show IP DHCP pool. هتلاقي عندك البول اسمها لان، وهتلاقي الليزد ادرس والاكسكلودد، وهتلاقي عندك هنا الرينج اللي بتوزع منه وهكذا. طيب لو الجهاز ما خدش اي بي، هنا بقى ترابل شوت. نراجع ايه؟ اول حاجه اتاكد ان الانترفيس بتاع الراوتر شغاله، يعني ان الانترفيس اصلا بتاع الراوتر شغاله، دي متوصله على السويتش بامر show IP interface brief. لو لاحظت هتلاقي جيجا 0 على 1 ليها اي بي واب. تمام شغاله. ده اول حاجه نراجعها. لو لقينا ان في مشكله هنا او ما فيهاش اي بي او هي داون، فنحاول ان احنا نحل المشكله. تاني حاجه انك تتاكد انك كتبت نتورك جوه ال DHCP بول. تالت حاجه اتاكد انك مش عامل ايبيهات محجوزه، مثلا كل العناوين حجزتش انت الايبيهات كلها، فاكيد مش هيوزع حاجه يعني. يبقى الخلاصه ال DHCP بيوزع اي بي تلقائي، بيوفر وقت ومجهود كبير جدا، كمان بيقلل الخطأ. يبقى احنا كده خلصنا اللاب رقم 7. ان شاء الله ممكن الفيديو اللي جاي ممكن DHCP مع الفيلان، هيبقى لاب كويس وان شاء الله بيفيدك يعني. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات جهازك خد اي بي من الDHCP ولا لا. وفي امان الله.